مساء الورد عليكم. لو جبنا راجلين نفس السن نفس الثقافة، بس واحد مؤمن بالوجود الأشباح وواحد غير مؤمن بوجود الأشباح، وحطينا الاتنين ده في بيت وده في بيت، اللي مؤمن بوجود الأشباح هيبقى عقله كله اكيبايد او مشغول ان في اشباح في البيت، وان هو هيبقى يقضي ليله زي القطران على دماغه ومش هيعرف ينام. لكن اللي مش مؤمن بوجود الاشباح هينام عادي جدا، مفيش حاجه اسمها اشباح والدنيا زي الفل، وهينام وهيبقى زي الفل وتمام. ده بالظبط فكرتك عن الاكتئاب. لو انت مقتنع انا هيجيلي اكتئاب، انا عندي اكتئاب، انا مش هعرف، هتلاقي نفسك بتموت بالبطيء، انت مش هتعرف تعيش. لكن انت لو مش مقتنع اصلا ان انت هيجيلك اكتئاب، او ان انت عرضه للاكتئاب، او ان الاسباب اللي انت فيها دي هتخليك تكتئب، خلاص يا باشا، موقف وعدى وانساه وعيش حياتك وكمل وخلاص، الموضوع خلص وبس كده. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه، بصوا على المصادر وبس كده يا سيدي.